سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم. الركراكي يهاجم المنتقدين ويحدد ما يحتاجه المنتخب المغربي. أبدى الناخب الوطني وليد الركراكي استياءه من بعض الانتقادات التي بلغته بشأن أداء لاعبيه في المباراة الماضية أمام كرواتيا، مؤكدا أنها أغضبته لعدم صدقها بالموازاة مع النتيجة المحققة مع وصيف بطل العالم. وقال الركراكي في الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة بلجيكا أنه لو دافعت يعاتبوننا على عدم الهجوم رغم النتيجة الإيجابية، وإن هاجمت سيسجل علينا ونخسر حظوظنا كاملة. لم تعجبني بعض الانتقادات التي تعرض لها اللاعبون بشأن مباراة كرواتيا الماضية. وتابع: أستغرب من هذه الانتقادات. اللاعبون قاتلوا والتزموا أمام وصيف بطل العالم وحققوا تعادلا يبقى على حظوظ وافرة في التأهل للدور القادم. علينا أن نكون يدا واحدة، أن ندعم المنتخب المغربي في الفترة الحالية وكلنا مغاربة. وواصل: أعلم أن البعض سيقول إنني أخرف وسيتم انتقادي وسبي أيضا، ولكن الآن علينا أن ندعم جميع اللاعبين، أن ندعم المنتخب المغربي في كأس العالم، وهذا ما لديه. وسيخوض المنتخب المغربي غدا الأحد مباراته الثانية في كأس العالم قطر 2022 أمام بلجيكا على أرضية ملعب التمامة انطلاقا من الساعة 2 بتوقيت العاصمة الرباط. حظ موفق لمنتخبنا وديما مغاربة.